أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في ملعب المباراة في استاد خليفة الدولي ضمن مباريات كأس العرب 2025 للنسخة رقم 11 لهذه المسابقة. مباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم العراق والجزائر والسودان والبحرين هنا في استاد خليفة ضمن لقاءات الجولة الثانية. منتخب الجزائر في مواجهة أمام منتخب البحرين. منتخب البحرين الذي خسر أمام العراق في أولى لقاءاته 1-2 وهو بطل كأس الخليج الأخيرة. يستمر رقم 5 وأيضا أشرف عبادة رقم 19 رقم 7 في هذه المباراة. مباراة انطلقت وأمامنا هنا البداية. استلام على طول أمير سعيود، عنده خبرات، عنده هدف في المباراة النهائية أمام تونس بعد كأس العالم. كل التوفيق الأخضر الجزائري والنشامة منتخب الأردن اللي فاز منذ قليل على الكويت 3-1 أمام الأرجنتين في كأس العالم. وأول كرة المباراة عن طريق عادل بولبينة. أرجنتين أردن نمسا، والحديث دلوقتي عن هذه المباراة أمام منتخب البحرين. وأول ركنية لمنتخب الخضر اللي ملأوا الملعب النهارده، وفي جماهير أيضا من البحرين. خروج رائع من عمر سالم حارس المرمى. الضغط الجزائري المتوقع، الفعالية الهجومية اللي كانت غايبة. يا ولد عدى يوسف عطال، يا ولد يا يوسف عطال. الجزائر بادية ايه؟ الجزائر تاريخ ونضال، لكن النهارده محتاجين الروح ومحتاجين الإصرار أمام منتخب البحرين اللي دايما حاضر بقوة في المناسبات الكبرى. بطل كأس الخليج عادل بولبينة ينتزع الآهات هنا. جاء أمامنا هنا استلام أمير سعيود. أمير طائي الرائد حاليا في الحزم. تجربة كانت بعد فوزها على الإمارات 2-1 وفوزها اليوم على الكويت 3-1. لسه عدي للمنتخب اللي كان رابع بطولة 2004 في كأس آسيا في الصين. فاول لصالح منتخب البحرين. مهدي الحميدان على القائم الأول. فريد شعالو الأحمر عبد الله الخلاصي. خلصها عبد الله الخلاصي. كرة فاول من مهدي الحميدان، يحاول يبعدها من على خط المرمى اللاعب بعوش، ولكن ترتطم في عبد الله الخلاصي اللي كان صنع الهدف الوحيد في مباراة العراق اللي أمامنا هو. وهدف للأحمر البحريني يرفع من حرارة وحلاوة. بص كرة ثابتة الدفاع، ودي أمامنا يلمسها بالكعب في المرة الأولى. اللاعب اللي كان موجود أمامنا هو مهدي، ولمسة من اللاعب بن عدي، ثم أمامنا هو الإبعاد الخاطئ وترتطم في قدم المدافع اللي كان متقدم. بص كرة حائرة عدت من فريد شعال. أراد هواري بعوش أمامنا هو إبعاد الكرة، لكن ثم بعد ذلك كان محمد مرهون اللي دايما على فكرة محمد مرهون اللي دايما عنده القرار. وعبد الله الخلاصي أمامنا هو حكم اللقاء. هنشوف القرار ايه حكم المباراة. وأمامنا النتيجة التعادل السلبي. عبد الله الخلاصي راية وتسلل على مستوى الفار، وهدف يلغى لعبد الله الخلاصي. اكيد القرار ادي امامنا هو التسلل، وشوف القرار امامنا هو تسلل وراية والعودة للفار وهدف الخلاصي. يعني كان فيه الخلاص. وحيا كمان مديرهم الفني الحالي بيتكوفيتش اللي قاد الجزائر بكل محارب الصحراء. وقال مجيد مجرة ان المباراة هامة تنتظرنا، امور كثيرة لم تكن سارة في المباراة الأولى، لكن هو توقف أمام الإيجابيات والسلبيات. 25 أمام الأحمر العماني كان 2-1. البحرين متحاول أمامنا هنا. فريد شعال أمامنا حارس مرمى اللي بنشوفه أمامنا هنا مع الأسماء ومع التشكيلة الأساسية اللي بتغيب طبعا أغلبها عن قائمة المنتخب الجزائري في هذه البطولة. مرة ثانية هنا انطلاقة وحاولة العرضية. خطر العرضية خطرة جدا اللي فاتت من علي مدن. بص علي مدن، شوف عامل كرة حلوة قوي، لكن فريد منتخب البحرين. اللمسه على طول فيكتور لكحل في وسط الملعب. ادي تحركات هنا. رضوان بركان بقول حركه متالق مع الوكر القطري، لكن مقطوعه المره دي. الاحمر البحريني اللي عنده شخصيه وعنده شجاعه، لكن على طول عباده خلصها عباده، لكن على طول يغمزها حلوه قوي اللاعب كوميل الاسود. عرضيه خطره. كوميل الاسود في زاويه صعبه. كوميل ولكن يا سلام على التغطيه الدفاعيه المره دي، ويبعدها على طول ويطلعها، لكن رايه وتسع
في رايه وتسلل. ايزاك تريفيس مساعد اول من نيوزيلاند، وادوارد كوك مع الحكم كيمبل كيرك حكم هذه، كل من رضا حليميه وايضا خاسف. اماميه كوره لكن يطلع المره دي غياب عموره لاعب فولفسبورج. واحده جزائريه حلوه الكوره لكن الى بلايلي طبعا والجويري اللاعب الوام وبالرحمه. واخيرا زي ما قلنا انضم كمان زي ما سمعنا عبد الرحيم درموم لاعب المتالق في الدوري المصري مع النادي المصري البورسعيدي. كره حلوه من عادل بولبينا سجل لفريق الدحيل في التأهل 2021 هنا في العاصمة القطرية الدوحة اللي تستضيف هذه البطولة للمرة الثالثة في تاريخ الدوري. فيكتور لكحل يلعب كرة حلوة قوي، لكحل يكمل أمامنا هنا السريع يوسف عطال، هي يوسف عطال يصنع ويسجل رضوان بركان وينفجر بركان الفرح هنا في ملعب المباراة لمنتخب الجزائر. شفت الكرة الحلوة، شفت اللمسة، كرة حلوة قوي. فيكتور لكحل يلعب كرة ينطلق صاروخ الجزائر أمامنا هنا. يوسف عطال يصنع ويسجل أمامنا رضوان بركان لاعب فريق نادي الوكرة القطري ولاعب جياسكا السابق يتقدم للجزائر. إذا بركان الفرح في ملعب المباراة. بص كرة حلوة قوي من فيكتور لكحل ضرب بيها دفاع منتخب الأحمر البحريني. يا ولد يا عطال داس على الكرة، داس على الكرة وانطلق في المنتخب الجزائري. ولا تنسى ايضا ستيف ستكون هناك فرحه كبيره لان صناعه يوسف عطال وهدف رضوان المتالق بركان. وهنا المنتخب الجزائري يخطف. بص كره فيكتور لكحل يا عيني بالمسطره بالسنتي ويجري الاستلام. يا جماعه استلام يوسف عطال حاجات بقى اللي على وجه القدم دي بتاعت نجمنا النجم الكبير رياض محرز لاعب اهل جده. وشوف بقى رضوان، شوف رضوان لكن عطال الاستلام روعه. والكره العرضيه يا عيني على التمريره اللي بيقول له حط يا راجل وفرح الجمهور. وياسين ابراهيمي طبعا سعيد النجم وقائد المنتخب. بص الجمهور مره ثانيه امير سعيود البينيه لكن اراها حلوه امامنا. امين بن عدي مره ثانيه هنا انطلاقه. مباراه حلوه استلام على طول. مرهون لما يلعب مرهون لكن التحرك المره دي التعادل مهدي عبد الجبار. المباراه دي ده المنتخب البحريني الجبار. التعادل في الدقيقه 27 لكن اتعمل الاوفرلاب حلو قوي. علي مدن امامنا، علي مدن يلعب الكرة العرضية ومهدي عبد الجبار بإحساس عالي قوي وسط غمرة الفرحة الجزائرية يسجل أمامنا هنا مهدي عبد الجبار. اللي أمامنا هو مهدي عبد الجبار. هي حبة الأحمر البحريني لكن جملة حلوة وهجمة حلوة. بص مرهون لما بيلعب يمرر كرة وادي أمامنا حلوة قوي كانت من رضوان بركان. نفس الكلام نقوله على هدف المنتخب البحريني الأحمر البحريني. هدف دين اللؤلؤ وبالفعل هو لؤلؤ اللي عملها. مرة تانية انطلاقة جزائرية العرضية الخطيرة الارتباكي يشيل على طول بنعدي. تعود مرة ثانية أمير سعيود. مباراة حماسية. الجزائر عايزة تعوض تعادل السودان السلبي والبحرين تعوض خسارة العراق. مرة تانية يا ولد يا عيني أشرف عبادة. يا عم الحلاوة دي، الحلاوة والجمال ده. عملها بكعبه والدبل كيك وادي عرضية. التاني بولبينا يسجل الهدف الثاني للخضر. اي روعة اي متعة. قال لك احنا قاعدين، احنا مش ماشيين، احنا حاملين اللقب. بص شوف عادل بولبينا لاعب فريق نادي الدحيل القطري يسجل بولبينا. وهذه هي لقطات تعبر عن الروح الموجودة. اما تشوف ياسين خلوق قوي، ياسين ابراهيمي لاعب خلوق ولاعب مميز. لكن خلينا ندي عادل بولبينا حقه اللي بيسجل هدفه. ادي امامنا ابن جمعية بارادو لاعب الدحيل. لكن بص الجملة الحلوة وشوف التحرك. يا ولد بولبينا. والكل اكيد سعيد بتقدم الجزائر حاملة لقب
النسخه الماضيه ب2-1. الخلاصي، عبد الله الخلاصي مفتاح لعب مهم الخلاصي، لكن بص شوف امير سعيود والى خارج جابها يمنى. سلامات يا عبد الله. لاعب المحرج امامنا هو عبد الله الخلاصي وعلي علوان من الاردن وعمر خريبين من سوريا. طبعا محمد كانوا السعوديه، كل دول عندهم هدفين في هذه البطوله. خليفه في العاصمه القطريه الدوحه، سعيود على القائم الاول، لكن يا ولد يغطي محمد مرهون. اللقاء الاول دخلنا على 39. مرهون علي مدن، لكن المره دي بقى التغطيه الدفاع مجموعه اللي فيها المنتخب السعودي مع الاورجواي واسبانيا والكافير الراس الاخضر والمباريات طبعا اللي موجودين في تلك اللقاءات. مره ثانيه كره تعود، تمريره حلوه، انطلاقه يا ولد. عادل بولبينا معاه امامنا هنا احمد بوغمار. تعود مره ثانيه بولبينا ياسين بنزيه صلح كوره يركنها يا ولد، لو راحت لكن ما راحت. سفيان بن دبكه عايز يلف الكرة وعايز يوديها بهذه الطريقة، لكن النهاردة المنتخب الجزائري بطعم وشكل ولون مغاير تماما. ويبدو ان الدرس اللي امام السودان صحيح لم يخسر منتخب الخضر امام منتخب السودان، لكن ما قدمش الاداء. والنهاردة متقدمين على البحرين 2-1 حتى الان. مهدي عبد الجبار، لكن الضغط المرة دي ترجع مرة ثانية. كوميل الاسود لاعب الوسط، ضياء الى كوميل مرة ثانية، تحرك الاستلام. بص لما تيجي له هو ده الخطر يا ولد. محمد مرهون، اداء الاحمر البحريني مرهون بدران الى بعوش، لكن الى خارج الملعب. بص امامنا كره مرهون حلوه قوي. بص مرهون، وهنا بقى ايه يا ولد. برافو فريد شعال، برافو يا فريد شعال. على فكره واخد الخطوتين دول اللي واخدهم او الثلاث اربع عرضات اللي متقدم فيهم، ادوا له المجال انه ما يخليش الكره دي لو على خط المرمى كانت ممكن تلاقيها راحه في المقص الشمال، تلاقيها رشقه في المقص الشمال، لكن فريد شعال مميز. ركنيه لصالح المنتخب الجزائري، ركنيه ثالثه. رضوان بركان النهارده بادوار هجوميه انتقد في المباراه الماضيه لدكه البدلاء. مره ثانيه كره ملعوبه، خروج رائع، برافو عمر سالم، برافو. الدفاع البحريني يتعامل في لقطه حلوه. عادل بولبينا تحرك حلو قوي، بولبينا صاحب الهدف الثاني. بولبينا لكن المره دي عوده وارتداد من دراجان تاليتش هنا على طول عرضيه المنتخب الجزائر. شوف المنتخب الجزائر يفوز فيها منتخب العراق على المنتخب البحريني في تلك المباراه. هجمه عراقيه كانت في المباراه الماضيه وتفوق عراقي. النهارده المنتخب الجزائري هو المتفوق على منتخب البحرين. تفوق العراق على البحرين 2-1. وحكم اللقاء، هل هناك ركله جزاء امامنا؟ هو القرار ايه؟ حكم ادي ركله جزاء وانتظر بقى الامر واشوف الموضوع هيمشي ازاي، الدنيا تمشي ازاي، الامور هتمشي ازاي. وحتى الان اللقاء كما نتابع امام سوريا في 2023 ودخل بديل في المباراه الماضيه. وهنا ياسين بنزيه صاحب الخبرات، ياسين بنزيه في مواجهه، ياسين بنزيه 1 2 3 فيفا الالجيري امامنا. الهدف الثالث من ركله الجزاء ياسين بنزيه لمنتخب الجزائر في الدقيقه السادسه من الوقت البدل الضائع. الدقيقه السادسه ياسين بنزيه ركله جزاء رضوان بركان. لكن في مشاكل عند المنتخب البحريني على مستوى الدفاع وعلى مستوى السرعات اللي عند لاعبي منتخب الجزائر. اللعب المباشر، اللعب الانيق، التمرير السريع، تحركات بولبينا ورضوان بركان اللي امامنا اهو. بص لعبها بقدم اليمين، ودى الراجل في الزاويه الشمال، شمال حارس المرمى، ويضعها في الزاويه يمين حارس المرمى امامنا اهو. قصه الهدف الثالث في اللقاء. الجزائر 3 البحرين السعوديه. المجموعه اللي طبعا ياسين بنزيه في الدقيقه السادسه من الوقت البدل الضائع في شوط اللقاء الاول. امين سعيود اللي عامل طبعا بركان في هذه المباراه، في حين المنتخب الجزائري في طريقه الى هدف جديد يتقدم. وفي المقدمه مهدي الحميدان ومهدي عبد الجبار. منتخب الجزائر اللي يريد ان يزيد من غله الاهداف ويريد ان يسجل. بولبينا جول للجزائر. عادل بولبينا في لقطه من
اللقطات الحلوه، ولكن رضوان كمل في اللقطه اللي فاتت، ويسجل رضوان بركان ثاني اهداف هذه الليله والهدف الرابع لمنتخب الجزائر في الدقيقه الثالثه بعد هذا العمل الرائع في اللقطه اللي فاتت. شوف تركيز وضع كرة بشكل رائع عشان ينضم لقائمة الهدافين، والجزائر في حالة ثورة الجزائر القطرية والأجواء والطقس النهارده 23 درجة في هذه الأمسية الرائعة، حتى وقريش ومنصوري وبن صولة، وانا شفت الجيل طبعا انا عجوز شويه يعني، وشفت الاسماء الكبيره دي اللي تواجدت مع كره القدم. اتكلم بقى على مستوى الفرادق، ده 5 نجوم، ممكن واحد يقول لي 7 بقى 5 انا بقول 5 ولكن هو بالفعل 5 وخميسه امامنا هنا. ادي الكره بالنيران صديقه ياسين بن زية اشرف عباده وحكم اللقاء. هنشوف القرار اشرف عباده واقع سلامات مهدي عبد الجبار وحكم اللقاء. الهدف الخامس هنشوف الفار والقرار حكم اللقاء كمبل امامنا. اي متعه في المباراه. الجزائر ركله ركنيه، بص ركله ركنيه، شوف الاعاده امامنا. هذه رأسيه من مين؟ من سفيان بن دبكة، لكن هل فيها فاول لمهدي عبد الجبار؟ ادي كرة سفيان بن دبكة، بص امامنا هي الرأسية، حولها حلوة قوي سفيان بن دبكة، لعبها حلوة قوي لاعب الفتح السعودي، كان في المولودية، كان في لمسية. شوف امامنا الاعادة، هل فيها فاول؟ بص هنا الصراع. شفنا في هذه البطولة احداث تحكيمية وقرارات تحكيمية، ولكن هنشوف القرار حكم المباراة أمامنا كان يسجل في مرمى المنتخب جيبوتي في التأهل، لأن منتخب البحرين جاء من إذا تانيتش عمل تبديلين. بص مرهون هو النجم، محمد مرهون لاعب تحب الكرة تيجي عنده، رائع جدا. اتفاق ما بين بيتكوفيتش وما بين المدير الفني طبعا مجيد بوجرة للمنتخب الثاني ان ما يضمش حد، زي ما اتكلمنا على اسامه بن بوط برضو الحارس المرمى. وادي امامنا هنا متابعين في ثاني لقاءات هذه الليله في محاوله جزائريه، المره دي راسيه امامنا. شوف سفيان بن دبكة، دايما يبتسم سفيان، وكان في اللقطه اللي فاتت تقدم كان من عبد القادر بدران. النجوم والاسماء الكبار طبعا في كرة القدم في دوري روشن السعودي. طبعا في المجموعة الجزائر والسودان في افريقيا ان شاء الله حصريا على قنوات بي سبورتس، انطلاقا من 24 ديسمبر في الرباط، وبعد كده بوركينا فاسو 28، وبعد كده جانا البولبينا. عادل هل كورته كانت رايحه؟ هل الكره اللي كانت يعني سجل منها رضوان بركان؟ المباراه القادمه امام العراق. هنا امامنا انطلاقه، هنا محاوله جزائريه، التقدم المره دي من باعوش، ترجع مره ثانيه كوره، ادي على طول تغيير اللعب، لكن تغطيه دفاعيه مكان كل من امين سعيود ومكان يوسف عطال. ركنيه للجزائر مره ثانيه، الجزائر تضغط في 5 جويليا في الجزائر قاعدين في وهران. اذا هيدخل هزاع علي تبديلين، هاشم وهزاع، بعد ما عمل تبديلين برضو سيد محمود ومحمد الرماحي. محاولة المرور هنا اتقطعت من السيد ضياء، لكن البحرين يجيبوها مرة ثانية. كوميل الأسود، محمد مرهون، محمد في الجانب اليمين، معمول عرضية خطيرة الكرة، لكن سهل. فريد شعال بشكل مميز، فريد شعال مرة ثانية. دفاع الجزائر لمسه على طول، دخول اللاعب حليميه، يدخل بديلا ليوسف عطال، وايضا دخل ياسين ابراهيمي مكان سعيود اللي قدم مباراه مميزه. مره ثانيه عرضيه لكن طويله، الفاول كان عمل فاول مع مهدي عبد الجبار. اول كره امامنا ياسين بيعدي بمهاره، يا ولد امامنا. لعيب وخلوق، ويعني كل حاجه عنده، كل الصفات عنده. بولبينا العراق على طول مره ثانيه، كره ملعوبه المنتخب البحريني. بص الاخطاء 4 مقابل كان في 2021 مع منتخب الخضر. اماميه كره حليميه عدى حليميه لعب اساسي المباراه الماضيه. حليميه قوه انطلاق، لكن هناك تدخل بقى المره دي لكن دون خطا. وليد الحيام يدخل لكن دون خطا. طبعا حاول حليميه ان ياخد ركله جزاء اللقطه اللي فاتت. مره ثانيه ركله جزاء سجل منها بركان في حضوره طبعا، وكان سجل في القادم في مباراه العراق اللي هتلعب معهم النهارده.
ياسين ابراهيم، يا ولد ياسين 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 يا سيدي. في كأس العالم الجزائر في طبعا هذه النسخة تحاول تقديم مباريات 14 مباراة كلها ممتعة. مرة ثانية الكرة العالية الرأسية، ابعاد من عبادة عبد الجبار، ركنية علي مدن اول ركنية، 6 ركنيات حتى الآن مقابل 1 في هذه المباراة في ارقام جزائريه. بص امامنا هنا اشرف عباده، مميز يا اشرف حتى الان. اشرف عباده مميز شكل مميز قوي حتى الان. فكره من المواهب الحاليه اللاعب ابراهيم مازا، لاعب متالق بشكل كبير قوي مع باير ليفركوزن. اللعيبه المميزين يعني اللي فارس شعيبي طبعا برضو، نبيل بن طالب والله الجزائر، واسماعيل بن ناصر وزروق المنتخب الاول الجزائري. بولبينا الرائع، ايه الجمال ده، ايه يا عم عادل بولبينا، ايه الحلاوه دي يا عم عادل، ايه يا عم الجمال ده، شمالك زي يمينك كله عندك اهداف. المدفعج الجزائري امامنا اهو. يبدو الجزائر على موعد مع اصحاب القدم اليسرى. اذا كنا بنتكلم على رابح ماجر وعلى رياض محرز، الشمال في الجزائر، الشمال الذهبيه، القدم اليسرى الذهبيه عادل بولبينا. يا ولد لكن بص مين الكبير اداهاله، القائد اداهاله، قال له خد يا عادل، سجل يا عادل، وضع الكرة عادل امامنا اهو. و5-1 في هذه المباراة. عادل بولبينا يضع منتخب الجزائر مع خماسية بقى، 5 وخميسة في هذه المباراة. الجماهير الجزائرية بولبينا يا جماعة، بولبينا مع الدحيل القطري يعني عامل ايه ده، جايب هاتريك ايه في مباراة الاتحاد، يعني سجل في الهلال وسجل. كل هذه المناطق تستقبل الضيوف، والنهارده استقبال جزائري حار لجماهير البحرين اللي عجباني انها بتشجع وبتغني. بقول لحضرتك سعداء. بص شوف البحرين، لكن الجزائر حالفه ايه؟ حالفه انها تاتي بنصف دستة اهداف في هذه المباراه. الجزائر اللي امام السودان كانت في حاله هجوم وفي حاله صيام، النهارده بشكل اخر بطعم